أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بكرة أحلى. يلا بينا بسرعة ندخل على الحلقة. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن مشكلة الخجل الاجتماعي. من الطبيعي جدا إننا نحس بالتوتر والخجل في بعض المواقف الاجتماعية، زي ما بيحصل مثلا في المقابلات العاطفية، أو لما نيجي مثلا نقدم عرض تقديمي قدام الناس، أو لما بنتكلم قدام جمع أو جمهور. وده طبعا أمر طبيعي بيحصل عند عدد كبير من الناس. لكن المشكلة بقى لما الشخص بيصاب بالقلق الاجتماعي أو الرهبة الاجتماعية، فهنا بقى بتلاقي إن التعاملات اليومية بتسبب للشخص ده قلق شديد وارتباك، وبيحس بالإحراج والكسوف المستمر بسبب خوفه من مراقبة الناس ليه أو حكمها السلبي عليه. والمشكلة لما الشخص بيصاب بالخجل الاجتماعي أو الرهبة الاجتماعية، فبيتولد عنده شعور بالخوف والعزلة، وده بيأثر بشكل عام على حياته وأنشطته اليومية زي الشغل أو الدراسة وكتير قوي من الأنشطة اليومية. وإحنا في الحلقة دي هنحاول نحلل مشكلة الخجل الاجتماعي، وهنقدم شوية أفكار هتساعدنا إننا نطور مهاراتنا في التواصل الاجتماعي، ونحاول نقضي على مشكلة الخجل والرهبة الاجتماعية. في البداية كده عايزين نعرف إيه هو الخجل الاجتماعي، وبمنتهى البساطة الخجل الاجتماعي هو الخوف والقلق والإحراج اللي ممكن يحس بيه الشخص لما بيكون موجود وسط الناس، وتحديدا لما الناس بتقرب منه، سواء كانوا ناس غريبة عنه أو حتى لو كانوا قرايبه. والخجل ده ممكن يكون ناتج من التجارب الشخصية أو طبيعة المجتمع اللي الشخص نشأ فيه، أو ممكن يكون صفة وراثية، وده معناه إن الشخص ممكن يكون مولود كده، أو ممكن يكون اكتسب الصفة دي مع مرور الوقت. والخجل الاجتماعي بيأثر سلبيا على مشاعر الإنسان وعلى تصرفاته، فمثلا لما يقعد مع الناس تلاقيه بيحس بالتوتر والقلق ونقص الأمان وعدم الارتياح، وبتظهر عليه أعراض جسدية زي احمرار الوجه والرعشة وضيق النفس. على عكس الشخص الاجتماعي، في علامات كتير بتدل على الخجل الاجتماعي، ومن أهم العلامات اللي بتدل على وجود الخجل الاجتماعي عند بعض الأشخاص إن الشخص الخجول بيبقى شخص صعب إنه يتكلم مع الناس الغريبة، وما بيقدرش يرحب بأي شخص غريب عنه أو يفتح معاه أي مجال للحوار. وده بيبقى نابع من الإحراج المصاحب لفكرة التحدث مع أي شخص غريب، وبيلاقي صعوبة كبيرة في إنه يتعرف على أشخاص جديدة. دايما بيحس بالإحراج وما بيرتاحش للآخرين بسهولة، وما بيقدرش يتكلم مع اللي قدامه إلا إذا حس بالراحة والهدوء والسكينة. وده معناه إنه بيحتاج أولا إنه يحس بالراحة للي قدامه عشان يقدر يتكلم معاه. الشخص الخجول ما بيكرهش الناس اللي حواليه، لكن بيفضل إنه يعيش في عزلة عن الناس، وما بيحبش يتدخل في شؤون غيره، وده بيخليه يتعامل مع الناس بشكل سطحي بغض النظر عن إن الناس دي بتحبه ولا لأ. الشخص الخجول بياخد باله من كل اللي بيدور حواليه، وبيلاحظ الأشياء الغريبة، وبينتبه لكل الأحداث، لكن ما بيتكلمش بسهولة عن كل اللي بيشوفه أو يلاحظه، لأنه بيفضل الصمت في معظم الأحوال. شخص صعب جدا إنه يختلط مع الناس، شخص بيتسم بالهدوء وما بيحبش يتفاعل مع غيره، ولو قرب من شخص جديد وقدر يصاحبه ويتكلم معاه براحته، فده معناه إن الشخص ده مميز جدا من وجهة نظره. وعشان نقدر نتعامل مع الشخص الخجول اجتماعيا ونحاول نساعده، لازم في البداية نتقبل فكرة إن الشخص الخجول هو في الأساس شخص مش اجتماعي، وبيحتاج لفترة طويلة جدا عشان يتقبل الآخرين. لازم نبعد عن دماغنا فكرة إن سكوته المستمر ده بيرجع لإنه شخص متكبر، أو مش حابب يتعامل معانا، أو منزعج مننا، أو ما بيحبناش. لازم نفهم إن هو ده وضعه الطبيعي، وهو ده سلوكه اليومي، الصمت والمراقبة. ما ينفعش أبدا إننا نقلل من حجم مشكلته، أو نقلل من مشاعره، أو نتريق عليه ونشكك في نواياه، لأن الموضوع ده بيبقى غصب عنه. لازم نحاول إن إحنا اللي نبدأ معاه الكلام، ونفتح في مواضيع بسيطة ونتكلم فيها معاه، ونساعده إنه يقدر يتفاعل مع الناس. لازم نديله وقت عشان يحس بالأمان، لأن طبيعته إنه بيحس بالقلق تجاه أي شخص جديد، ولازم نتعامل معاه بقدر كبير من الهدوء عشان يقدر يقلل توتره.
بلاش نتكلم معاه في مواضيع تزود خجل وكسوفه، وبلاش نسأله أسئلة محرجة نزود بيها خجل ونضايقه. ونحاول على قد ما نقدر إننا نتكلم في مواضيع بيفضلها الشخص الخجول، ونحاول نبعد عن الحوارات القصيرة، الحوارات المعتادة والمملة. الخلاصة، وبعد ما عرفنا العوامل اللي نقدر نميز بيها الشخص الخجول، فهنا المهمة بتقع على عاتق أصدقائه وقرايبه، أو عاتق الشخص اللي ممكن يكون بعيد عنه عايز يساعده. لازم الناس دي تقرب منه ويتفاعلوا معاه، لازم يساعدوه على كسر حاجز الخوف والخجل عشان يتخلص تماما من مشكلة الخجل الاجتماعي. واحنا بدورنا هنقدم شوية نصايح هتساعد الشخص الخجول اجتماعيا انه يتخلص من المشكلة دي. وأول نصيحة بنقدمها: خلي عندك ثقة بنفسك. كل ما كنت واثق من نفسك، كل ما هتقدر تعبر عن نفسك وتقدر تواجه الآخرين بسلاسة وبسهولة. والثقة دي ممكن تكتسبها من خلال التدريب والعمل والممارسة. فلو كنت انت مثلا من الناس اللي بتعرف تركب الدراجات، حاول تفتكر كده أول مرة حاولت تسوق فيها الدراجة. حاول تفتكر كنت خايف قد إيه، لكن بعد ما حاولت مرة ورا مرة بقيت محترف وبقى عندك ثقة بنفسك. ما بقيتش تسوقها بشكل تقليدي، لأ، ده انت ممكن تكون عملت بيها حركات استعراضية، بقيت بتعكس مهاراتك وقدراتك وثقتك بنفسك. نفس الشيء بالظبط في التواصل الاجتماعي. كل ما كان عندك ثقة وكل ما اتدربت كويس، كل ما هتتواصل بذكاء وفعالية وكفاءة مع الآخرين. والنصيحة التانية: اندمج في الكلام والحديث مع الآخرين. الكلام مع الناس الغريبة والمشاركة في الحوارات القصيرة معاهم بتساهم في حل مشكلة الخجل الاجتماعي. شارك الناس في المواضيع الصغيرة اللي بتتفتح قدامك، سواء كان في شغلك أو جامعتك أو مدرستك. حاول تقرب من الناس اللي بتحس إنك مشدود ليهم عاطفيا، وتحاول تفتح معاهم حوارات صغيرة، زي إنك تتكلم عن مباراة معينة أو عن أحوال الطقس أو أي مشكلة عامة. الحوارات الصغيرة هتشجعك وهتخليك تقدر تخوض حوارات أكبر. ومش بعيد أبدا إنك تعتلي المنصات أو المسارح وتتكلم قدام جموع الناس. وتالت نصيحة معانا: حاول تدخل في تجارب جديدة. حاول تشترك في نادي رياضي أو اجتماعي أو مركز شباب. حاول تمارس أي نشاط جماعي أو تشارك أي حد في مشروع جديد، أو حاول تنجز مهمة صعبة في شغلك أو تتعلم مهارات جديدة حتى لو هتسبب لك شوية قلق. لأن الدخول في مجالات جديدة بيعزز الثقة بالنفس وبيزود القدرة على مواجهة الفشل والخوف من المجهول. واعرف كويس إنك لما تدخل في مجال جديد هتتعرف على وجوه جديدة هتساعدك على التغلب على الخوف من الغريب والجديد. والنصيحة الرابعة: حاول تبقى شخص ظريف. بلاش تبقى شخص رسمي أكتر من اللازم. حاول تستغل اللحظة المناسبة وتشارك زمايلك أو الناس اللي حواليك بقصة طريفة أو موقف مضحك أو حتى نكتة ظريفة. وخليك فاكر إن أغلب الناس القيادية هي في الحقيقة مش ناس جادة زي ما أنت متخيل. بالعكس، الناس دي دايما بيبقوا ناس ظريفة ولطيفة. واعرف كويس إن الأحاديث الجانبية المرحة هتخليك أكتر قبول وأكتر ثقة لدى الآخرين. النصيحة الخامسة: حاول تتدرب على الكلام. اتدرب على الكلام بينك وبين نفسك. حاول تمثل إنك بتقول خطبة أو بتشرح محاضرة لطلبة أو بتقدم عرض تقديمي قدام الناس بصوت عالي ومسموع. حاول تحكي قصص أو مواقف حياتية حصلت معاك مع الناس القريبين منك أو الناس اللي أنت بتثق فيهم، لأن ده هيخلق نوع من المتعة في التعامل مع الآخرين وهيقوي العلاقة بينك وبينهم. وفي النهاية، ربنا يكتب لنا ويكتب لكم التوفيق والنجاح، ويرزقنا ويرزقكم نعمة العزيمة والثقة بالنفس. وبس كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. لو الحلقة عجبتكم، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتكتبوا كومنت. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة، يلا اشتركوا عشان نجيلكم تاني بحلقة جديدة. مع السلامة ونشوفكم على خير.